عشان ما حد يفكر إنه أحد مستهدف هذه الهطفة. شمس إنسانة ما لها أي أهمية. أهميتها الوحيدة في موضوعنا هذا إنه هي قدرت إن هي تستغفل وتضحك على الناس وتوهمهم بشيء مو حقيقي، وقاعدة تتكسب مو بس ماديا، حتى تتكسب من جهل الناس، تشبع الشيء اللي في داخلها إنه هي شخص يعني عنده دكتوراه أو يعالج أو شيء، عندها واضح مشاكل، وهذا النوعية تخافوا منهم لأنه ما تدروا إيش ممكن يسووا في المستقبل. يعني أنا أشوف هي ما أدري هي وين عايشة في الإمارات. الإمارات لازم تاخذ موقف، السعودية تاخذ موقف. البلدان المحترمة هذه يفترض تحاسب الناس اللي يحاولوا يكذبوا ويدعوا أشياء مو حقيقية، ولا حتصير سبهللة. تبوني أصدمكم؟ والله هذه المعلومة المفروض أقولها بكرة، بس خلينا نتكلم عن الجامعة. الجامعات عادة لما تدخلوا مواقعها في شيء اسمه بروجرامز، اللي هو البرامج. إيش نوع الدرجة العلمية اللي يمنحوها الشخص بعد الدراسة عندهم؟ دبلوم، بكالوريوس، ماجستير. هذه ما في. ادخلوا شوفوا، ما في. الجامعة هذه ما فيها. في حاجات غريبة فيها. عندهم كارت تعبي تشتري والله بالله تدخلوا وتشوفوا بعينكم. الحين أقول لكم في تفاصيل، بس والله ما بقط خيط وخيط وأنا نعسانة. خلينا نمشي على سالفة شمس، أوكي؟ واليوم حنزل كل شيء بالقطارة. أبغاها كذا تطبخ على نار هادية، أوكي؟ عشان أوريها كيف تروح لطبيبة سعودية وتقول لها إن هي يعني حترفع عليها قضية، ما أدري حتقاضيها. وأنا بشوف القضاء اللي عندنا حيوصل لأي مرحلة. أنا لو من هذا الطبيبة أنا أرفع عليها واشتكيها، أقول وحدة تدعي الطب وتدجل. خليهم يمنعوها من دخول مش السعودية، دول الخليج كلها. عموما أنا قلت ما بطول وقاعدة أطول. جاتني شهادة وحاقول لكم طبعا أخيرا لقينا لها شهادة اللي هي تدعي فيها. طبعا هي عندها 200 ألف شهادة، أنتم ما تعرفوا. هي إنسانة تحب العلم من العلماء. الشهادة من وين؟ أولا خليني أنا طبعا ما أقدر أحط لكم إياها، روحوا حسابها بالفيسبوك، لأنه حتى المهبل اللي متابعينها ومعجبين فيها يقولوا كذا سيرتها الذاتية موجودة في كل مكان. هي حطتها، ترى هي حطت لهم إياها، ضحك عليهم. الشهادة من جامعة، أولا حنوريكم كذا، أوكي؟ هتلاقوها بهذا المنظر عشان نكون واضحين زي كذا. حطتها أظن اللي جابت لي جابتها من الفيسبوك، ما أقدر أحطها هنا بسنابي. كاتبة والله ما أعرف أبدأ من وين، والله من كثر العك ما أعرف أبدأ من. حبدأ بالشهادة. هي مصورة، شوفوا شهادة ومصورة جنبها حاجة ورقة. تعرفوا شو الورقة اللي جنبها؟ أنا لو مفروض بس أقول لكم إيش الورقة اللي جنبها خلاص تقولوا لي أنتم لا تكملي وإحنا صدقناكي. بس قتل الله الجهل والجهلاء والناس المؤدلجة. إي والله أنا أحتاج هذه الدعوة، أحتاج من البلاوي اللي أشوفها في السوشيال ميديا. عموما نيجي للشهادة. زي ما قلت لكم أباكم تروحوا حسابها في فيسبوك، روحوا زيدوا تفاعلها وطلعوا الشهادة عشان تشوفوها، والكلام اللي أنا أقوله تقروه، واللي ما يعرف إنجليزي ينسخ ويلصق ويترجم. إيش مكتوب في الشهادة؟ أول شيء قبل ما أقول لكم إيش هي الجامعة، Certificate Honorary Doctorate. إيش يعني هذا الكلام؟ Certificate Honorary Doctorate يعني شهادة لدكتوراه فخرية. فخرية يعني إيش؟ يعني شهادة رمزية، مو اللي ياخذها معناته هو حصل على الشهادة معناته هو عبقري، لا، يعطوها للناس اللي تنجز في مجالات معينة. يعني إيش؟ كيف أشرح لهم؟ لازم تبحثوا، أباكم تبحثوا، مو تسمع بس تعريفي. يعني شيء رمزي لو أعطوه الشخص، يعطوه الشخص بس تقديرا لجهوده في أشياء معينة، بس يتعمدوا يكتبوا عليها فخرية عشان ما يجي يهايط ويقول ترى أنا دكتور، زي شمس الشموسة في مقطوعة أنا دكتورة وزميلة في الجامعة الأمريكية. يعني حرفيا هذه الشهادة بس مجرد زي شهادات التقدير اللي ما لها أي قيمة، لا تسمن ولا تغني من جوع، ما توظف. ولا من حق الشخص اللي يكون عنده هذه الشهادة الفخرية إنه يقول أوه خلاص أنا عندي أبغى أتوظف فيها أو أبغى أمارس، إذا فيها نوع من الممارسة. لو كان مثلا تخصص ساينس معين، يعني مثلا طبي أو شيء، يقول أنا بروح أعالج زي ما سوت هذه. حرفيا فخرية، شهادة فخرية يعني رمزية فقط يعطوها كذا. طيب هل كل الناس اللي ياخذوا الشهادات الفخرية هذول خربوطيين؟ لا طبعا. في ناس كثيرين عندهم مثلا يكونوا ما تعلموا أو مثلا
هم بسن كبار عندهم يعني أعمال جليلة أو أعمال جيدة في مجالات معينة وخدموا في مسار علمي معين أو مسار تخصص معين، فيقوموا جامعة معينة أو جهة معينة تقول والله هذا الشخص يستحق هذه الشهادة الرمزية كنوع من التقدير على جهوده يعني مثلا فلوس، يدعم بالمادة، يشارك بالأنشطة، يخدم، بس ما درس. هل زي ما قلت لكم يعني مو كل الناس اللي عندهم الفخرية معناته خربوطين، في ناس يعني هو شوفوا صراحة هي خربوطية، بس يعني أنا بحاول ألطف العبارة. لك دنبوش هذا مو دواء، أيوة كذا ضحكوني، ادعوا لي وضحكوني عشان أقدر أتحمل هذا العبء اللي على أكتافي. والله العظيم أحس نفسي قاعدة أبذل مجهود كبير. عموما مو كل الناس زي ما قلت لكم اللي يحملوا شهادات فخرية معناته ناس خربوطين، بس في حالة شمس هي خربوطية، لكن هذا لا يعني انه في البعض ما يستخدم هذه النوعية من الشهادات عشان يترزز ويقول عن نفسه دكتور. هي المفروض ما تقول انا دكتورة، ما تقول انا اعالج وانا شفتوا المقطع، انا تعمدت انزل فقرات منه عشان تفهموا ايش الاعتراض ان هي تحصل على دكتوراه فخرية وتيجي تقول مو اعتراض ان هي حصلت على فخريه. على فكره الدكتوراه الفخريه بالاضافه، خليني اقول لكم معلومه، في ناس ياخذوها بالفلوس، يروحوا الجامعات يعني انه عشان يبينوا نفسهم ان هم مؤثرين او كويسين في المجتمع وانهم فهمتوا. بدات فكره الدكتوراه اذا شهادات يا جماعه، شهادات يعني شهادات كذا مو فخريه، وفي جامعات تبيع وانتم عارفين هذا الشيء. عشان كذا في انظمه الابتعاث والجامعات المحترمه والوظائف المحترمه دائما يبغوا يتأكدوا بالذات في الابتعاث. هذا أنا حصيدة بسبب الابتعاث. عندكم مثلا في صفحة الابتعاث أو موقع وزارة التعليم في تحطي اسم الجامعة وتشوفيها هل هي جامعة مرخصة أو غير مرخصة، موثوقة أو غير موثوقة. ما تعرفوا حتقولوا لا هم حاطين يومتين هنا بس الجامعات اللي يبغوها في وزارة التعليم. صح كلامكم، في مواقع خاصة في العالم كله في الأماكن الموثوقة، وعارفة مشكلة اللي يتابعوها ما يعرفوا هذه المعلومات، وبالنسبة لهم أشياء تعتبر يعني من الخيال حرفيا، عندهم يصدقوها ولا يبحثوا عن حاجة حقيقية. باختصار الجامعات في العالم هذا كله في جامعات مرخصة ولها credibility، يعني لها قيمة. لما أنت تروح وتقدم وظيفة بهذه الجامعة يطالعوا إيه هذه الجامعة معترف فيها. وفي جامعات لا، في بلدان كثيرة يعني حتى هنا في أمريكا يعملوا جامعة خربوطية وما حد يعترف فيها، فهو الوزر على الجامعة هذه نفسها، فهمتوا؟ يعملوا كورسات، كل عقله براسه يعرف خلاصه، يروحوا برجولهم ويقدموا في مكان بس لأنه اسمه حطوا USA. وهذه النقطة اللي حجيكم إياها في موضوع شهادتها، لأن موضوعها يعني المهم اللي مكتوب أنا حترجم لكم على طول إنها شوية في سهم داخل it's certified at American University of Scientists and Investors، بعدين بين قوسين USA. هذا اسم الجامعة. الهومورك اللي عليكم تسووه لأنه بروح أنام، ابحثوا عن اسم الجامعة هذه، شوفوها جامعة مصرح ليها أو إنها لها credibility، موثوقة ولا ما هي موثوقة، جامعة معروفة أو هل جامعة تعتبر في المواقع. أنا ما حقول لك أغششكم إيش المواقع اللي هي تقول لكم إذا الجامعة هذه أوكي تروحوا تقدموا فيها ولا جامعة خربوطية. ترجمة الجامعة عشان طبعا الجامعة اللي مؤسستها واحدة عربية، أنتوا فاهمين؟ والله ما أعرف أجيكم من وين. الجامعة اسمها عشان يعطوها كده credibility، يعطوها كده عشان الناس لما تسمع الاسم يقولوا هوس الأمريكان. الجامعة الأمريكية للعلماء والمستثمرين. وضحت الصورة الحين. لو جاء أحد وقال والله شاريتها الفخرية هذه، ليه لا تشتريها؟ مستثمرين يقول لك جامعة للعلماء الأمريكية للعلماء والمستثمرين. طبعا أنا أول مرة تكلمت فيها قالت في المقطع حقتها أنا زميلة في الجامعة الأمريكية. قلنا ليش هي الجامعة صح؟ مستخدمة إنه يعني أي أحد في العالم، أنت تقدري تفتحي جامعة في أي مركز في أمريكا، بما إنه في هذا موقعها في أمريكا على فكرة، في أمريكا، وتسميها الجامعة الأمريكية. ترى على فكرة اللي يعرفوا في نظام التعليم والجامعات اللي المحترمة واللي عليها القيمة في أمريكا، ما في جامعة أمريكية معترف فيها حطوا خطين اسمها الجامعة الأمريكية. فهمتوا؟ أول ما تسمعوا إنه جامعة في أمريكا ويسموها الجامعة الأمريكية أعرف إنها خربوطية.
يسموها في الدول العربية ودول الخليج وخارج أمريكا في أي مكان في العالم جامعة أمريكية، عشان ينسبوها إنه هي أخذ مثلا مناهج من أمريكا أو شيء. بس في أمريكا ما في شيء اسمه جامعة أمريكية، هذه هرطقات، فهمتوا؟ في أحد مصدقها؟ تخيلي عندها مليون ومدري كم بالتيك توك، وعندها مليون ومدري كم، في ناس تدافع عنها. شفت الدكتورة هذه اللي حطيت لكم فيديوها تتكلم، ترى ما غلطت، تقول إيش الجامعة؟ لأنه يا جماعة الكلام هذا مو منطقي. واحدة تطلع بفمها تقول أنا أعالج وأنا دكتورة أنا حاصلة على الدكتوراه من الجامعة الأمريكية وزميلة وأعالج الناس، يعني تدعي إن هي تمارس، وما تقول إنه هذه شهادة فخرية، وما تقول إيش هي الجامعة، وهي الكل يعرف إن هي لا درست ولا شيء. تروح تحضر لك دورات NLP وطاقة وخرابيط، عارفين هذا العلم خرابيط. لسه ما جيت لكم عند التخصص، لسه ما كملت الجامعة حاطين ترجمتها باختصارها. شوفوا الجامعات المعروفة في أمريكا في كل مكان في العالم دائما الجامعة لها اسم طويل، بعدين غالبا ياخذوا أول حرف من كل كلمة في الاسم الجامعة ويصير رمز. فهمتوا؟ هذا إيش مسمينها الاختصار حقتها؟ عشان أوريك اللي عمل الجامعة واحد من أخوليا، واحد عنده هوس بس عشان يبي يعطي مصداقية للجامعة هذه. أبو كلب حرفيا، على قول أبو تيم يقول لي دي قولي لهم زي جامعة الزقازيق في مصر. ما أدري جامعة الزقازيق في مصر هذه أي كلام، يعني جامعة خربوطية حرفيا ما معترف بيها. تخيلوا إيش حاطين الرمز، حاطين الرمز USA. USA اختصار United States of America. والله لو أوريكم، شوفوا حاطين هذا رمزها اختصار غلط ASN مفروض. إذا تبغوا يعني تسوي فيها فالحين American University معنا ما تركب، ولا AUSN I قصدي Investors. المهم اسمعوا التخصص، حطوا يدكم على قلوبكم، معلش أنا لازم أصدمكم. اسمعوا التخصص Sociology and Holistic Science. بنات أنا هعتزل السناب واعتزل والله، خلاص أبو القيامة تقوم. Sociology اللي هو علم الاجتماع، أوكي تخصص معروف كله. ايش تبين انتي يا متيم؟ هالتخصص معروف. Holistic Science العلوم الشمولية. طيب لحظة خليني أقول لكم عشان ما يجوني ناس ينفعلوا. متيم ايوه والله في جامعات تدرس. شوفوا انا رحت بحث عن الهولستيك هذا ساينس اللي هو العلوم الشمولية. حقول لكم الجامعات المرخص فيها المعترف فيها المحترمة اللي تدخل هذا النوع من التخصص ما تدخلوا كقسم يدرس هذه الأشياء. عندهم زي المراكز التعليمية يعني تابعة للجامعة، تعطي زي كورسات تخص هذا الشيء. زي إيش؟ خليني أشرح لكم من الأشياء اللي أنا قريته، واللي فيكم يبي يضيف يعني يمكن يوصل المعلومة بشكل أفضل، عشان نختصر بالسالفة هذه عشان أجيكم للطامة الأكبر. لسه ما خلصنا. تخيلوا زي في مسميين للأطباء، اوكي، في طبيب والله ناسي ايش الاسم بالانجليزي، بس في مسميين. في الام دي بامريكا هنا مكتوب يعني معروف. الام دي از فور اظن يتكلم ايوه اللي هي دكتور اوف ميديسن، اللي هو طبيب يعني عنده دكتوراه في الطب، ميديسن كذا يسموها. وفي رمز ثاني اسمه AM اللي هو يعني في ممارسة كمان. كيف أشرح لكم؟ ما أعرف إذا هذا داخل في العلوم الشمولية، ما أعرف، بس هذا تفسير حاولت أرجعها، قاعدة أحاول أرجعها. فيعملوا بعض الجامعات المحترمة، حتى جبت أسماء جامعات زي الناس اللي تبغى، بس لازم يكون عندهم شهادات عشان أختصر لكم، عشان ما أجيب لكم صداع. روحوا ابحثوا وحتلاقوا المعلومة. تخيلوا ما جبت باقي الأشياء. عموما العلوم الشامل هذا، لاحظوا أنا رحت لأفضل ترجمة ليها علوم شاملة. في ناس كثيرين يترجموها واتوقع هذا الشيء اللي هي فاهماه. العلوم الروحانية وتشيز أنواع الجنون، اللي حيمشي مع ترجمة العلوم الروحانية عارفين هي رايحة وين. أنا قاعدة أحسن الظن وأرجع له. العلوم الشمولية هذه عشان ما تجي تقول لكم أنا تخصص علوم شمولية، يعني المجتمع تقول لكم العلوم الشمولية. العلوم الشمولية هذه بفكرتها باختصار إنه ممكن يكون واحد طبيب أو واحدة تدرس تمريض، ونفس القسم اللي يدرسها تمريض أو يدرسها هذا في عندهم مراكز خاصة تربط بين العلوم الآخر، بس لازم تكون عندها شهادة في التخصص الأساسي، وبعدين مثلا تروح تاخذ كورسات في علم
الاجتماع وعلم البيئة وعلم النفس وعلم عشان تصير مثلا طبيبة وتعرف تتعامل مع الأشياء النفسية وتعرف تتعامل مع الأمور الاجتماعية. فهمتوا؟ يسموه العلوم الشاملة، أي يعني إنه الشخص يكون متخصص دارس في تخصص وبعدين يروح كأنه ياخذ كورسات في تخصصات ثانية مكثفة بحيث إنه يكون عنده يعني إضافة لتخصصه العلوم الشاملة اللي تدعم تخصصه وتقويه. يعني واحد يكون تخصصه زراعة يقوم ياخذ أشياء في البيئة وفي الحشرات مثلا كمثال يعني. يا رب تكونوا فهمتوا. المصيبة إيش؟ هي منزلة هذا في حسابها عشان أوريكم ما يفهموا، ما تدري وين ربي حاططها. لا هي ولا الدكتورة هذه اللي اسمها سهام البيات، طلع اسمها سهام البيات برضو من جماعة NLP والطاقة، هي اللي مسوية هذه الجامعة اللي عملتها هنا في أمريكا بس كذا عشان تعطيها credibility، عشان تعطيها ناس تسمع جامعة أمريكية وتقول لا ما فيها لعب. شمس منزلة هذه الشهادة، حاختصر لكم لأن لازم أروح أنام. تخيلوا إيش مسويها، كاتبة فوق تعليق: وعضو هيئة تدريس في تخصص. فرحانة تقول لهم شوفوا كاتبة هنا في التخصص، كاتبة التخصص، وتقول لهم وعضو هيئة مدري ايش. انه هي مو بس اخذ دكتوراه فخرية، تقول عضو هيئة تدريس، يعني قاعدة تقول للناس انا عندي دكتوراه فخرية وادرس، which is غلط. تخيلوا هي قاعدة تستعرض وتكتب ان هي عضو تدريس بشهادة فخرية وكاتبة التخصص بالانجليزي، ما هي كاتبة سوسيولوجي والهوليستيك هذه ساينس، كاتبة لازم اوريكم عشان اوريكم انه ما تدري ربي حاططها سوسايتي. طبعا اللي يعرفوا انجليزي سوسايتي مجتمع، كاتبه شايفين سوسايتي. هذه سوسايتي يا متعلمين بتوع المدارس ولا لا؟ يعني حتى واحده ما تعرف تكتب اسم تخصصها صح. هختصر عشان بروح انام. اي نو قلتها 1000 مره بس والله صداع جتني دوخ. الجامعه هذه جامعه بس بالاسم عشان يعطوا نفسهم يعني. شوفوا عندنا لما رحت بحثت عن الجامعة لقيت الجامعة والله ما حخلص لو أوريكم. حاطين لها عنوان، لما أضغط على العنوان شوفوا إيش يطلع لي عشان أوريكم إنها خربوطية، جامعة خربوطية. لما أضغط على عنوان الجامعة شوف يطلع لكم إيش. بر. تعرفوا في أمريكا هنا جوجل ماب لما تضغطي على عنوان يطلع لك المبنى وتشوفي اسم الجامعة. هم في موقعهم، لا موقع ترى، في موقعهم حاطين صورة الجامعة من برا. قال لو تزوموا، أباكم تدخلوا تاخذوا اسم الجامعة وتروحوا بنفسكم تزوموا، إيش يطلع لكم؟ اسم جامعة ثانية. في موقعهم حاطين صورة جامعة ثانية ما لها علاقة يا جماعة إيش أسوي في نفسي؟ إيش أسوي في نفسي عشان أو ماي جاد شوفوا حاطين هذه الصورة. هذا موقعهم ترى، هذا موقع الجامعة هذه اللي هي جابة منها الدكتوراه الفخرية الخربوطية. شايفين قال لك إنه يعني بيعطوا نفسهم كذا. هذا مفروض إنه يوهموا الناس إنه هذا موقع الجامعة. أباكم تدخلوا الموقع وتقربوا كذا. الاسم هذا له علاقة ب American University of Scientists and Investors. مو اسم خربوطي، اسم حتى شكله بلغة ثانية، ترانفاسكا يونيفرسيتي، زي حتى لغة ثانية يعني ما هي لغة إنجليزية. يعني يقول لك جامعة فرعهم الثاني في بلد ثاني. اللي يعرف في جوجل ماب يعرف إنه لما الواحد يضغط يطلع له منظر المحل. أنا أتكلم هنا في أمريكا، ما أدري عندكم بالخليج والدول العربية. هذا يطلع خالي وربع عالي، ما لهم موقع. المهم يوم بحثت وسألت تطقست، طلعت يقول لك جامعة بس تعطي كورسات أونلاين. حطوا لي خطين تحت أونلاين، ما تعطي، ما عندهم محاضرات وكذا، والبرامج حقتها ما يعني تعطي دورات ومسمينها جامعة. ليش ما أدري، عشان يعطوا شمس الشموسة دكتوراه فخرية. آخر شيء بقوله طبعا كما وصلني هي حاطة هذه الشهادة. والله هذه الصدمة، أحس هذه المفروض كنت أبدأ فيها. حاطة هذه الشهادة في حسابها في الفيسبوك، أظن اللي جابت لي قالت لي تيم هذا من حسابها في الفيسبوك، وحاطة جنبها هذه الورقة. طبعا هي هم يدعوا إنه هذه الجامعة في أريزونا. هم يمكن يعني مسجلينها الجامعة، لا تعتقد مو مسجلين، بس مو معنى إن الجامعة يعني جامعة عليها القيمة. باختصار أي أحد يقدر يفتح جامعة ويروح يسجلها ويعملها تسجيل، فهمتوا؟ ويعمل موقع.
ايش يصير ايش ما يصير هذه مشكلتكم انتم. شوفوا ايش اللي جنب الشهادة، حتلاقوها كذا، لما حتلاقوا كذا حاجة ورقة. تعرفوا هذه الورقة اللي حطتها ايش؟ تبى تثبت انه الجامعة هذه في اريزونا. فحاط، ما ادري هم ضحكوا عليها ولا هي مسوي نفسها ذكية عليكم. حاطة الورقة هذه اللي مكتوب فيها state of Arizona. أريزونا هذه state يعني ولاية من ولايات أمريكا. Department of State United States of America State of Arizona. المهم الكلام لو تقروه ما حضيع لكم يعني. الكلام هذا لو تقروه هذا notary اللي هو notary public. ايش ترجمته يا بنات؟ تعرفوا عندنا كيف في السعودية لما أحد يوقع بعدين يبغوا يتأكدوا إنه هو هذا الشخص، يقوم يروح عند العمدة. أنا أتذكر كذا كان، والعمدة يقوم يختم يقول هو هذا الشخص. هنا في أمريكا محلات زي اليو بي اس، محلات الشحن، تروح تقول لهم أنا عندي مثلا شهادة ميلادي، مثلا أنا شهادة ميلادي بالعربي لأن موجودة في السعودية. يوم جيت هنا عشان أسوي أوراقي وكذا لازم أترجم هذه الشهادة للإنجليزية. لما ترجمتها للإنجليزية لازم الترجمة هذه تكون موثقة. طبعا لهم أماكن معينة يقولوا هذا مصادر مراكز موثوق فيها مصرح ليها إن هي تترجم، بس لازم أسوي التوثيق اسمه اللي هو يعني يثبت إنه هذا يعني إنه هذا مطابق للنسخة الثانية أو هذا شيء حقيقي. هي حاطة النوتري هذه أو ورقة التوثيق، روحوا اقروها. بس حاطة عشان مكتوب فيها أمازون، قال أريزونا، مكتوب فيها اسم شخص ثاني. حتقولي طب إيش دخل هذا الشخص؟ هذا في شخص راح نوتري بابليك وقال لهم أباكم. طبعا هو مو بس روح تسوي شهادات ميلاد، أحيانا لما أنت توقع عشان يثبت إنه هذا أنت الشخص اللي توقعت، يقوم في شخص في المراكز هذه المختصة يشوف البطاقة حقك ويشوف إنه هذا أنت، ويقوم يختم بختم متعارف عليه في الدولة اللي أنت فيها، يقول هذا هو صاحب التوقيع. تخيلوا حاطة اسم شخص ما أدري من هو، ما له علاقة لا بمديرة اليونيفرسيتي هذه سامية المدري سهام البيات. دورت هنا اسم شخص كذا، بس حاطة ورقة عشان تضحك على الناس اللي ما يعرفوا يقروا إنجليزي. هذا إذا ما كانت هي أصلا ما هي فاهمة وحاطة وتحسبوا ترانسكريبت ولا تحسبوا ذيل الشهادة الفخرية. جنون سميها جنون، والله جنون، والله يا جماعة جنون. الناس اللي حتى اسم واحد ما له علاقة بس حطها كذا. خلصنا مفاجآت، ما في تكملة، بس بعدين يكفي لين هنا اليوم، وبكرة الطامة الكبرى.